إخوان، السلام عليكم. مرحبا بكم من جديد في قناتكم قناة كريم الطيبي. في هذا اللقاء غادي نحاول نناقش معكم واحد الملف جديد ما عمرني قديت نهضر فيه ولا نتكلم فيه، لأنه فيه واحد النوع ديال الحساسية والمصداقية عندنا حنايا كمغاربة قاطبة، ألا وهو الموضوع ديال الطاقة أو الغاز ولا البترول اللي كاين في المغرب أو ما كاينش. يعني هاد الملف هدايا يعني مرة كيطرقوا ليه قنوات، كتجي أخبار. لهذا هاد المرة هادي غادي نهضر فيه، لأن كاين شي بوادر وشي مؤشرات ديال أنها تتبان صحيحة وما فيهاش بعدا على الأقل غيكون فيها واحد النوع ديال المصداقية. علاش؟ لأن انطلاقا من واحد المؤشر اللي كيبان ليا ديال الرئيس المدير العام ديال ديك الشركه ديال هذه ديال التنقيب الغاز والبترول في المغرب، ديك الشركه البريطانيه سوند انرجي، اللي هو الرئيس المدير العام ديالها غراهام ليون. هاد غراهام ليون عطى واحد التصريح في واحد الموقع ديال واحد الصحيفه سميتها بتروليوم ايكونوميست. هاد الصحيفه معروفه بالمصداقيه ديالها، ويعني منين قلت على هذا الرئيس المدير العام ديال الشركه ديال التنقيب ساوند انرجي البريطانيه، اللي يعني حفرت بزاف ديال النقاط ديال والابار في المغرب، منها هذا البئر ديال الغاز اللي لقات في تندراره، في المنطقه ديال تندراره في الشرق ديال المغرب. هاد السيد هذا ولا هاد المدير العام ديال هاد الشركه ديال ساوند انرجي كيقول وكيصرح باللي ان يعني المغرب عنده واحد الاحتياط يعني هائل ديال الغاز الطبيعي، اللي غيمكنو باش يكون من بين الدول الرائده في الانتاج ديال الغاز والطاقه. هاد الاستكشافات اللي داروا، هاد الاكتشاف اللي لقاو في الغاز الطبيعي في المغرب، قال أنه كيفوت 20 تريليون قدم. 20 تريليون قدم يعني كل تريليون فيه 1000 مليار قدم، يعني واحد نسبة كبيرة، يعني واحد يعني شي حاجة هائلة. هاد الاحتياطي يعني دابا هاد الاحتياطي الضخم، الاحتياطي الكبير اللي كيقولوا كيهلوا عليه باللي انه يعني لقاوه في المغرب، يعني الحمد لله راه غادي ينقل البلاد ديالنا من واحد الدرجه لواحد الدرجه اعلى. يعني حنا ما كانش عندنا يعني الاكتفاء الذاتي، غيولي عندنا الاكتفاء الذاتي، وراه كيقول بلي ان في البدايه ديال 2024 ان شاء الله غادي يبداو في الاستثمار فيه، يعني في هذا الغاز هذا، يعني غادي يبداو يستغلوه. الاستغلال غيبدا في الربع الاول ديال السنه ديال 2024. غادي يكون المغرب غادي يعني يستعمل واحد يعني الطرف في الانتاج ديال هذا الغاز، غادي يكون كيحولوا غير هنا في المغرب باش يدير به الاكتفاء الذاتي، اللي قال غيبدا هو ب 100 مليون قدم، ولا 100 مليون قدم في اليوم، في السنه اللي غادي يكون هنا في المغرب، اللي غادي يخصوه للانتاج ديال الطاقه الداخليه. وواحد طرف اخر غادي يكون كيتصدر من برا. وبهذه المناسبه راهم كيقولوا غادي يزيدوا واحد المسافه ديال داك الانبوب ديال الغاز، غادي يديروا واحد خور جديد، غادي ينقل الغاز، غادي يكون كينقل الغاز انطلاقا من داك البئر ديال تندراره، غادي يوصلوا لذاك الانبوب اللي كان عندنا ديالنا دابا، اللي ولا ديال المغرب، اللي ولا في الملكيه ديال المغرب، اللي كان كيجي من الجزائر وكيمر على المغرب ويمشي لاوروبا. كان كينطلق من سميتو من التراب الجزائري ويدوز على المغرب، داك الانبوب المغاربي. دابا داك الانبوب ولا ديالنا غادي يزيدوا واحد 120 كيلومتر ولا 140 كيلومتر باش يشركوه ويوصلوا داك البير ديال تندراره، غادي يوصلوه مع هذا الانبوب هذايا.
منه غادي يكون كيتصدر على برا، والطرف الاخر غادي يتروج غير هنا في الداخل باش يعاونوا به في هادشي ديال الطاقه الداخليه. ما عليناش. المهم هذه من جهه. من الجهه الثانيه دابا كنا كنسمعوا بزاف ديال الاخبار من حين لاخر. كنا كنسمعوا لو المغرب كيسبح فوق يعني بحر من البترول، فوق بحر من الغاز، فوق يعني مناطق بزاف، المحيط الأطلسي، لو الجديدة، يعني مدينة الجديدة وديك المنطقة تمايا. يعني المغرب كي يعني يرقد فوق يعني بحر ولا بحيرة ديال البترول ولا الغاز. دابا كنشوفوا المغرب اعطى يعني الحقم بزاف ديال الشركات اللي دخلوا البلاد ديالنا، منها حتى الشركات الاسرائيليه. راهم دابا بداو يعني في الحفير في المناطق ديال الصحراء المغربيه. وعاد الشركات كثيره، منها مثلا الايطاليه، منها الفرنسيه، منها هادو الانجليزيه، بزاف ديال الشركات ديال بريطانيا اللي هي في المغرب، شاده بزاف ديال المناطق اللي تتقلب فيها وتدير الاستكشافات ديالها بالتعاون مع المكتب ديال الهيدروكربونات المغربي. هاد يعني الخوف من الإعلان على الأخبار في هذا الموضوع هذا بالخصوص ديال الطاقة، سواء البترول أو الغاز، كان السبب ديالها ذاك العام ديال 2000 ولا 2002 اللي كان داك الشركة اللي كانت شركة أمريكية اللي كانت جات سميتها لون ستار، اللي كانت جات نتالسينت. يعني بدات من جهة تورير تتقلب، مشات نتالسينت، دارت تما واحد الحفرة ودوزت واحد المدة. كان المدير ديالها كان أمريكي، وجان هنا المغرب وكان كيقول هوايا يعني خسر ديك الاموال اللي عنده كلها، الممتلكات ديالو، الارصده اللي كانت عنده ديال عائلته كلش. يعني جا قال غادي يستثمرها هو فقط غير في هادشي ديال الطاقه. وكان تكلف هوايا ودار داك الحفره ديال تالسينت، وفي النهايه قال وصل هو لشي نتائج مشجعه، ويعني كاين شي حاجه تما يعني هائله وبواحد الكميه وافره وهذا. والمهم عطى بزاف ديال الاخبار، في الاخر كانت تبينت على انها غير اكاذيب. يعني داك المنطقه ديال تالسينت راه معروفه. دابا اللي قال شي حاجه على الطاقه كيقول واش الكذبه ديال تالسينت. من تما ما بقى حد كيثيق لا من ناحيه ديال الحكوميه ولا يعني المسائل، يعني الجهات الرسميه ديال الدوله ما كتقدرش تقول شي حاجه تكون يعني شي حاجه ثابته، يعني شي حاجه يقينيه. لهذا حتى اللي كيتناول هاد الاخبار في هاد الميدان هذا كيعطي الخبر ديالو، كيقلب على المصدر ويقلب على منين خرجت وهذه واش داكشي صحيح او لا هذا، باش ما يكونش شي خطا وما يكونش يعني واحد النوع ديال سميتو ديال الاستهزاء. المغاربه دابا الاخوان ديالنا المغاربه غير تقول شي حاجه على هذا الشيء ديال الطاقه وهذا، لان كل شيء متشوخ ان فوقاش تحيد عنا هاد سميتو الذائقه ديال مثلا هادشي ديال الغلاء وهادشي ديال الفقر وهذا. كل شيء المغاربه كيتسناو ان الحياه ديالنا تبدل. علاش لا ما نكونوش حتى حنايا بحال هاد الدول ديال الخليج؟ وما يمكنش حنايا هاد الدول اللي مجاورانا، مثلا موريتانيا، الجزائر، النيجر، هاد الدول هذه اللي مجاورانا، حتى السنغال، لقاو الغاز وكيلقاو البترول. المغرب ما فيهش، راه ما يمكنش. وكل شيء هاد العلماء والمهندسين كيعطيو في داك الخرائط ديالهم ان المغرب راه هو يعني عنده واحد الصفيحه ديال هذا، يعني بشي حاجه ديال المهندسين وهاد الناس اختصاصيين، ان المغرب خصو يكون فيه، يعني لان راه هو في هذا الخط هذا اللي موجود هاد الغاز ولا البترول. علاش المغرب ما يتمش الاكتشاف ديال هاد الطاقه فيه؟ ولهذا يعني المؤشرات كانت من شحال هذه. يعني انا حتى واحد السيد كان دركي، يعني من شحال هذه من سنين، اكثر من 20 عام ولا اكثر من 25 عام، كان كيعطي شي مقالات ديالو في داك المشعال، وواحد يعني المجله ولا جريده مغربيه
ديال المشعل كانت ولا لو روبورتر كان كيعطي فيها شي اخبار، كان يتصور دائما هو خارج كيقلب، كيمشي لسيدي قاسم، هادي سيدي سليمان، هاد المناطق ديال الغرب ما خلى حتى شي منطقه، كيمشي لاسفي جديده المحمديه كيقلب تما، عنده شي وسائل ديالو كيقلب بها، مسائل عتيقه يمكن، وهو كان كيتعاطى هاد الشيء. حتى هو كان عنده شي واحد من عائلته برا في الخارج، هو كان كيعاونو بالفلوس، وهذا كيدير شي بحوث وهذا، وكيعطي شي خرائط وشي مسائل ديالو كانت في شي شكل، ما كانش كيتيقوا حتى شي واحد، لان داك السيد كان كينطلق من شي حوايج ديالو، هو كيقول عنده شي مسائل كيحس بها، شي مغناطيس ولا الله اعلم. وهذا لا، هو كيقول هوايا المنطقه ديال المحيط الاطلسي هذه ديال المغربيه اللي على الجنب ديال المحيط الاطلسي، يعني المغرب يعني كيعوم على واحد يعني بحر من البترول والغاز، يعني طاقات يعني هائله. يعني المغرب غيكون عنده مستقبل كذا، يعني خصو غير الطرق يعني والعتاد باش يتمكن من الحفر والاستكشاف، وباش يوصل لذاك هاد المعادن هذه تحت الارض، وبالخصوص الغاز والبترول. دارت هذا الكلام كان كيدور بزاف ديال واحد الوقت، حتى وصلنا دابا هاد الشركات كل مره فيه كيلقاو يعني يعني حوايج هكا ايجابيه في هذا الميدان ديال الطاقه. مثلا في المنطقه ديال العرايش لقاو تمايا شي جوج ديال الابار مزيانين فيهم الغاز، يعني في هذه في المنطقه ديال الميمونه. وهذيك المنطقه على الاقل كنعرف انا فيها واحد المهندس كان في الطاقه والمعادن اكثر من 30 سنه، كنت كنسولو كيقول لي راه كاين يعني مؤشرات ديال ان كاين شي حاجه تما غادي يلقاوها. كانوا دايرين منصه في المحيط الاطلسي في البحر داخله بشي 15 ولا 20 كيلومتر، كانوا كيقلبوا كيلقاو المؤشرات تما في الحفير، كانوا كيحفروا تحت البحر تحت الماء. يعني دابا راه بصح توصلوا كاين نتائج مزيانه في داك واحد البير تما كيقولوا في القباله ديال العرايش. وحنا الحمد لله يعني حنا كنثيقوا في الناس ديالنا في المسؤولين ديالنا، غير هو داك الاتفاقيات اللي دايرين مشجعه بزاف من هاد الشركات الاجنبيه اللي كتجي تستثمر في هذا الميدان ديال التنقيب في المغرب، بالخصوص على هاد الطاقه سواء الغاز او البترول، كيعطيوها 75%، لان هي كتجي تخسر يعني بالحفير والدراسات والاموال ديالها وكل شيء. وهذا يعني كيديروا معها 75% اللي دي هي يعني باش تستغل داك الحقول ولا هادشي اللي توصل ليه النتائج مزيانه، والمغرب غيدي معها 25%. يعني هذاك ما غير تشجيع ديال الدوله باش يجيو شركات ويستثمروا ويقلبوا ويجيو بكثافه. وحنا الحمد لله ما كرهناش البلاد ديالنا تولي حتى هي من بين الدول الرائده في المجال ديال الطاقه، لان عندنا الناس، عندنا الرجال ديالنا، عندنا مهندسين وادمغه ديالنا وكلشي. كيبقى خصنا شويه ديال المال يعني باش والعتاد. اما الشركات كثارين تبارك الله كيجيو دابا للمغرب، قلبوا في اكادير كيقولوا كاين شي احتياط تما حتى هو هائل، نجي طنطان في المناطق الصحراويه، وعندنا هنا دابا في التندراره وكيقولوا قرسيف وهذه ديال العرايش. والحمد لله كنطلبوا الله تعالى ينعم علينا بهذه النعمه هذه. وبلادنا الحمد لله المملكه ديالنا راه كتسهل يعني كل خير، وما كرهناش، يفرحونا مزيان بهذا. ودابا هاد التصريح هذا ديال هاد السيد هذا ديال هاد الرئيس المدير العام ديال هاد الشركه ديال سولد انرجي راه مزيان، وكنطلبوا على الله يبداو في الاستغلال في القريب العاجل ان شاء الله، ويوصلنا هاد الشيء هذا، يوصل للمغاربه ويوصل يحيد علينا هاد الضائقه ديال الفقر والخصاص. وحتى هنا اخوان دائما طلب متجدد، وهو كنطلب منكم دائما الدعم والمسانده باللايك والبارطاج وابوني. وكنشكركم بزاف، كنتمنى ما نكونش طولت عليكم، وكنتمنى صادقا انه يكون هذا الخبر هذايا يكون مزيان ويدخل علينا بالخير والخمير ان شاء الله. وحتى هنا السلام عليكم.